أخيرا وبعد طول انتظار يسقط الإمبراطور. سيب بلاتر رئيس أكبر مؤسسة كروية في العالم تطاله التحقيقات في فساد الفيفا، ويضاف اسمه لقائمة طويلة من المتهمين. فمنذ أن بدأت التحقيقات في شهر مايو الماضي ظل الكل يتساءل متى يأتي الدور على السيد الرئيس، الرجل الذي أمضى 17 عاما على رأس هرم الفيفا، مدة جعلته يبدو وكأن له حصانة تحول دون المحاسبة والعقاب. لكن ها هو مكتب المدعي العام السويسري يفتح تحقيقا يتهم فيه بلاتر بسوء الإدارة والدفع غير المشروع لمبلغ 2,000,000 فرنك سويسري لرئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، إضافة لبيع حقوق بث نسخة من المونديال لجاك وورنر في صفقة لا تنفع مصالح الفيفا. الاتهامات ستؤثر بشكل كبير على التنافس على رئاسة الاتحاد الدولي، خاصة مع تصاعد الأصوات التي تنادي بأن إصلاح الفيفا لن يتم من داخل المؤسسة. فبعد أن كان الفرنسي ميشيل بلاتيني هو المرشح الأبرز لخلافة بلاتر، أصبح الآن محاصرا باتهامات الفساد، ويحتاج لتوضيح موقفه من المبالغ التي تلقاها من بلاتر في 2011، أموال قال إنها كانت نظير عمل تم إنجازه قبل 9 سنوات، ونفى أن يكون ارتكب أي مخالفة. اتهامات إن ثبتت قد تعصف بفرص بلاتيني في انتخابات فبراير، وتعزز من حظوظ منافسين محتملين، على رأسهم الأمير علي بن الحسين الذي يرى أنه الشخص المناسب لاستعادة مصداقية الفيفا. فصل جديد في أزمة فساد الفيفا قد لا يقضي فقط على أمل بلاتيني في الرئاسة، ولكن قد يجبر بلاتر على الاستقالة الفورية.